في الفيديو ده هقول لك تعمل ايه بالظبط لو جهازك قديم وتقيل او حتى لسه منزل ويندوز جديد، علشان تضمن افضل اداء سواء في البرامج او في الالعاب او حتى في التصفح العادي. كنت اتكلمت قبل كده في فيديو داخل دلوقتي على 100,000 مشاهده عن شويه خطوات بسيطه ممكن تفرق جدا في اداء جهازك، وعلشان الفيديو ده فاد ناس كتير فانا قررت اعمل جزء تاني ولكن المره دي بطريقه متقدمه اكتر. اداه واحده هتفتح لك كل التعديلات اللي انت محتاج تعملها من مكان واحد من غير ما تنزل اي برامج او تلف كتير في الاعدادات. وانا شخصيا بستخدم الطريقه دي على اي جهاز بجمعه او بنزل عليه ويندوز جديد علشان اضمن اني باخد منه اقصى اداء. يلا نبدا على طول. استنى بس يا عم، انت مكمل فرجه على الفيديو واحنا كل اللي بنتكلم فيه ده اصلا ملوش لازمه لو ما عندكش ويندوز اصلي. علشان كده كيز اوف تقدر توفر لك مفتاح ويندوز اصلي لجهازك بسعر اقل بكتير من سعره الرسمي. لما تفتح جوجل وتبحث عن كيز اوف هيطلع لك في اول نتيجه هتلاقي عندك عروض على مفاتيح الويندوز وحتى برامج مايكروسوفت وبرامج تانية كتير. علشان تشتري المفتاح بتاع الويندوز اللي انت محتاجه سواء ويندوز 10 او ويندوز 11 هتضغط هنا وهتحطه في الكارت، وبعد كده هتدخل التشيك اوت، هتحط بياناتك وهتستخدم كود الخصم اللي هيظهر قدامك ده دلوقتي علشان تاخد خصم 50% على ثمن الويندوز. بمجرد ما هتشتريها يوصلك المفتاح على الايميل وهتقدر تضيفه في الويندوز من جوه الاعدادات بتاعه الاكتيفيشن بالشكل ده، وبكده هيبقى عندك ويندوز اصلي وتضمن ان كل التحديثات توصلك اول باول. كمان ممكن تستخدم الكود ده لو حبيت تشتري مايكروسوفت اوفيس علشان تاخد خصم 62%. لو لسه ما عندكش ويندوز اصلي فلازم تشتري واحد، هتلاقيني سايب لك لينكاتهم تحت في الديسكريبشن. طيب خليني اعرفك الاول على الاداه السحريه اللي احنا هنستخدمها اللي هنعمل بيها كل الحاجات دي. خليني بس الاول اعدل نفسي كده عشان اعرف ابص لك وانا بتكلم. هتقول لي يا يوسف انت بتشتغلنا، انت مش لسه قايل لي مفيش ولا برامج ولا حاجه؟ هو فعلا مفيش برامج وانا مش بشتغلك، هي اداه بنفتحها عن طريق التيرمينال بتاع الويندوز، يعني انت مش بتنزلها او مش بتحتاج تثبت اي برامج، ودي تعتبر ميزه اصلا في الاداه ان انت هي مش موجوده على الجهاز، انت بس بتفتحها عن طريق التيرمينال باتصالك بالانترنت، ومجرد ما بتقفلها بتبقى مش موجوده على الجهاز. طيب خلينا الاول اوري لك هي ايه. دي الصفحه بتاعتها على جيت هاب، هي اسمها كريش سايتس ويندوز يوتيليتي، هو كريش سايتس ده اسم الشخص اللي هو عاملها. دي الصفحه بتاعتها على جيت هاب علشان لو انت حبيت تخش تقرا عنها هسيب لك برده اللينك بتاعها تحت لو حبيت تخش تشوف اي حاجه عنها. وكل اللي احنا بنستخدمه في الاداه دي هو الامر او الرابط ده او الجزء ده زي ما انت شايف كده. انا هعمل له بس كوبي وهخش هنا دلوقتي عندي على الزرار بتاع الستارت، ادوس كليك يمين هيطلع عندي التيرمينال، هعمل التيرمينال از ان ادمن، هيفتح قدامي دلوقتي التيرمينال ده ممكن يطلع عندك بشكل مختلف شويه عن اللي عندي. هقفل دلوقتي كده جوجل كروم. طيب انا فتحتها دلوقتي تاني علشان نبدا نشوفها مع بعض ونتكلم عليها بقى واحده واحده. دي الواجهه الرئيسيه بتاعت الاداه زي ما انت شايف، موجود عندك هنا كذا تابه فوق، هناخدهم واحده واحده بالترتيب. اول تابه ودي بتريحني انا شخصيا بشكل كبير قوي وهي التابه بتاعت انستول. فكرتها بسيطه جدا، هي عباره عن ليست لكل البرامج اللي موجوده عندك. لو دوست على الكومباكت فيو ده هيعرضها لك بشكل مختلف، كل البرامج الاساسيه اللي انت غالبا بتحتاج تنزلها على الجهاز بتاعك اول ما بتنزل ويندوز جديد او اول ما بتشتري جهاز جديد او في اي حاله من الحالات لو فرمطت الجهاز. كل البرامج الاساسيه اللي انت ممكن تحتاجها موجوده قدامك هنا. تقدر بضغطه زرار واحد ان انت تنزل كل البرامج دي على الجهاز من غير ما تخش بقى على موقع كل برنامج وتقعد تدور عليه وتقعد تعمل له تحميل وتقعد تسطب تفك الضغط وتقعد من غير كل القصص دي. انت تقدر تحمل كل البرامج اللي انت الاساسيه اللي انت بتستخدمها على جهازك في ضغطه زرار واحد. عندك على سبيل المثال مثلا لو رجعت الكومباكت فيو ده تاني، عندك البراوزرات، عندك برامج التواصل، عندك برامج التطوير، عندك الحاجات بتاعت اللعب، عندك مايكروسوفت تولز، عندك مالتي ميديا تولز، عندك اغلب البرامج الاساسيه اللي انت ممكن تحتاجها. خلينا نشوف مثلا مع بعض اي حاجه كده، مثلا كروم مثلا، كوميونيكيشن مثلا، ممكن سكايب، الحاجات اللي انت بتستخدمها عامه. ومجرد ما انا حددت الحاجات دي كلها، مجرد ما هدوس هنا انستول او ابجريد سيلكتد، الحاجات اللي موجوده اللي انا حددتها هيبدا ينزلها لي، وهيظهر عندي هنا السكريبت اللي بيشتغل علشان يعمل تحميل للحاجات دي. طيب عندي حاجه تانية ممكن استفيد بيها من هنا برضو وهي اسمها جيت انستولد. بمجرد ما بدوس على جيت انستولد دي هو بيبدا يحدد كل البرامج اللي هو اتعرف عليها عندي على الجهاز اللي موجوده في القائمه بتاعته وبيبدا يحددها لي. ليه ممكن اعمل حاجه زي دي؟ علشان انا ممكن اعمل ان انستول سيلكتد، امسح كل البرامج دي، الحاجات اللي هو اتعرف عليها اللي موجوده عندي على الجهاز، ممكن اعمل لها انستول كلها، امسحها كلها، او اعمل لها كلها ابديت في نفس الوقت من خلال زرار واحد، بدل ما اخش على موقع كل برنامج اقعد انزل ابديت بتاعه. طب انا بس عايز اوريكم انا بحمل اي حاجه كده بسيطه. هعمل مثلا هحمل سكايب مثلا، احدد هنا سكايب وهدوس هنا انستول، هيبدا عندي هنا السكريبت يرن بتاع التحميل بتاع البرنامج. زي ما انت شايف بيقول لي هو دور على اللينك بتاع سكايب على الانترنت، هو بدا يعمل داونلود اهو زي ما انت شايف 13 16 ميجا 20 ميجا من 81. هيبدا يعمل له داونلود عادي خالص، وبعد ما يخلص هيبدا هو يعمل فك ضغط عن طريق الوينجت ده، الباكج مانجر اللي بيفك الضغط عن طريقه. عندك 2 هو هينزل البرنامج وهيثبته. طيب دي اول ميزه في البرنامج بتاعنا اهو زي ما انت شايف، حتى هو فتح لي سكايب بس احنا مش عايزين سكايب. طيب تاني تابه بقى واللي هي اللي انا شايفها اهم تابه في الاداه دي هي التويكس. التابه بتاعت التويكس دي فيها حبه اوبشنات
بتبقى موجوده في الويندوز، انت ممكن تعملها من جوه الويندوز، يعني ليها طرق توصل لها من جوه الويندوز، بس في حاجات بتبقى معقده او بتبقى مختفيه او مستخبيه. بس هو مجمعها لك هنا كل التويكس او الاوبشنات اللي انت بتبقى محتاج تقفلها او تشغلها او تلعب فيها جوه الويندوز علشان تظبط الاعدادات بتاعتك عشان تاخد احسن اداء من جهازك. مجمعها لك كلها في مكان واحد. الصفحه مقسومه نصين، هنبدا بالجنب الشمال. اول حاجه عندك اسينشال تويكس، دي الحاجات الاساسيه اللي انت غالبا بتعدلها في اي او اللي انا غالبا بعدلها في اي جهاز اول ما بفتحه من خلال اعدادات الويندوز، بقعد اخش وادور واعمل وبتاع. هنا موجوده كلها. هو الموضوع هيبقى صعب شويه ان انا اشرحهم لك واحده واحده، بس خليني يعني هو بيدي لك اختيارات هنا ان انت عايز تعملها ستاندرد ولا مينيمال، هو بيختار لك ايه الاحسن ليك يعني. تمام. فستاندرد دي بيحدد على اغلب الحاجات. خليني هراجعهم معاك بسرعه كده. خليني هقول لك كل واحده بتعمل ايه بسرعه كده، ولو انت عايز تسكيب الجزء ده سكيب يعني. دي بتعمل ريستور بوينت عشان لو في حاجه حصلت غلط بعد كده الويندوز يقدر يدخل على السيف مود ويرجع لك للجزء اللي انت قبل ما تعمل اي تعديلات. دي بتمسح التمبروري فايلز اللي هي الحاجه الملفات المؤقته اللي الويندوز بيعملها مع الوقت، بتزود مساحه بتاخد مساحه من الهارد وبتقل الجهاز شويه. كونسيومر فيوتشرز دي تقريبا اللي هي الحاجات بتاعت الاعلانات اللي بتطلع لك من خلال ويندوز، الحاجات التراكات اللي بتتعمل لك وكده. تليمتري دي تقريبا اللي هو ان الويندوز عندك يبعت الداتا الدايجنوستكس والحاجات دي لمايكروسوفت، ملهاش لازمه برضو بتقفلها. اكتيفيتي هيستوري دي الاكتيفيتي اللي انت بتعمله على ويندوز كله بيتسجل، بتقفله. الجيم دي في ار ده اللي هو بتاع الاكس بوكس بار، جيم بار ده اللي هو بيسجل اثناء اللعب بتتابع اكس بوكس، بيسجل يعني سكرين ريكورد وانت بتلعب، فاحسن لك تقفله عشان بياخد من موارد الجهاز. الهايبرنيشن ده اللي هو الهايبرنيشن تقريبا، الهايبرنيشن ده اللي هو الهايبرنيت، الهايبرنيت اللي هو لو عايز تعمل هايبرنيت للجهاز، بس انا ما بستحسنش بالنسبه لي اقفله، انا بستخدم الهايبرنيت فمش عايز اقفله. هوم جروب دي كانت حاجه موجوده زمان تقريبا، ان انت تشير الباسوردات والحاجات دي لو عندك نتورك في البيت، ملهاش لازمه. اللوكيشن تراكنج ده طبعا هو الويندوز بيعمل تراك للوكيشن بتاعك وبيعرف انت قاعد فين، طبعا يعني انا مش عارف ليه ممكن اعمل كده. ستورج سنس ده بيخلي الويندوز اوتوماتيك يتحكم في اقراص التخزين اللي موجوده عندك، يمسح الحاجات التمبروري، يمسح الكاش، مش عارف ايه، يفضي هو بنفسه حاجات، يسيب بنفسه حاجات انت بتقفلها. واي فاي سنس ده برضو انا مش فاكر بصراحه ايه واي فاي سنس ده. انيبل اند تاسك وذ رايت كليك ده حلو، ده بيخليك ان انت لو جيت وقفت على حاجه كده ودوست عليها كليك يمين بيظهر عندك اند تاسك، بدل ما تفتح تقفل برنامج التسجيل، بدل ما تفتح التاسك مانجر وتقفله يعني. ران ديسك كلين اب، بيعمل كلين اب للديسك اللي انت لما تخش على زيس بي سي وتعمل كليك يمين على البارتيشن بتاع السي وتعمل كلين اب، هو بيعمله بنفسه من هنا برضو. تشينج ويندوز تيرمينال ديفولت باور شيل 5 تو باور شيل 7، ده اللي هو الويندوز تيرمينال اللي هو اللي ورا ده، بيعمل له ابجريد للنسخه الاحدث. ديسيبل ريكول ده دي ميزه موجوده في ويندوز 11 اسمها ريكول، وانا مش فاهم بالظبط بتعمل ايه، ويعني شفت اغلب الناس بتقول ما تقفلهاش. بيخلي الهايبرنيشن از ديفولت، تقريبا ده عكس اللي فوق ده. لو انت لللابتوب عايز تخلي الهايبرنيشن لما انت تطفي الشاشه او تقفل الشاشه الجهاز يعمل هايبرنيشن على طول بدل ما يعمل سليب ويفضل شغال ويسحب من الباور، لا فهي كويسه لو انت عندك لابتوب. سيت سيرفيس تو مانوال سيرفيسز دي تقريبا دي الخدمات اللي في الويندوز او الحاجات دي، بدل ما تشتغل اوتوماتيك انت تشغلها بنفسك، احنا مش عايزينها فهعملها. ديبلوت ايدج دي تقريبا بتخلي ان الويندوز مش كل شويه يقعد يقترح عليك ان انت تخلي الايدج هو المتصفح الرسمي بتاعك او المتصفح الاساسي بتاعك لو انت بتستخدم كروم او اي حاجه تانية، فانا ممكن اشغلها علشان انا ما بحبش ايدج بصراحه. طيب هتنزل تحت هتلاقي حاجه اسمها ادفانسد تويكس، وهو بيقول لك هنا خلي بالك ان التويكس دي فيها حاجات هي فعلا لو لعبت فيها ممكن تعمل مشاكل في جهازك. انا مش بشغل فيهم غير حاجه او حاجتين، برضه هاخدهم معاك دلوقتي بسرعه علشان تبقى فاهم هم دول ايه، ولو انت عايز سكيب بس النصيحه ليك اسمع علشان ما تلعبش في حاجه وتبوظ الدنيا. ادوبي نتورك بلوك ده بيقفل ان البرامج بتاعت ادوبي توصل بالنت. ادوبي ديبلود دي بيمسح او بيشيل برامج ادوبي اللي ملهاش لازمه بيوقفها. ديسيبل اي بي في 6 دي حاجات في النتورك بيخلي الجهاز ما يستخدمش الاي بي في 6، ما تلعبش فيها. بريفير اي بي في 4 اوفر اي بي في 6، ما تلعبش فيها. ديسيبل تريدو، ما اعرفش ايه تريدو ده بصراحه، حاجه برضو ليها علاقه بالشبكات. ديسيبل باك جراوند ابس دي بيقفل كل البرامج اللي في الخلفيه، اوعى تفعلها لان اي حاجه انت بتشغلها مع الستارت اب، اي حاجه شغاله طول الوقت على جهازك انت محتاجها هيقفلها. ديسيبل فول سكرين اوبتمايزيشن ده تقريبا ليه علاقه بالالعاب اللي بتشتغل على فول سكرين. ديسيبل مايكروسوفت كوبايلوت، لو انت بتستخدم كوبايلوت سيبه، لو مش بتستخدم كوبايلوت ممكن تقفله. ديسيبل انتل ام في برو ال ام اس دي مش عارف دي بصراحه بتاعت ايه، تقريبا حاجه ليها علاقه لو انت في نتورك جوه شركه او حاجه وفي حد بيأكسس على جهازك الاي تي او كده، حاجه ملهاش لازمه بالنسبه لنا فما تلعبش فيها برضو. ديسيبل نوتيفيكيشن تري كالندر، بيشيل الجزء بتاع النوتيفيكيشن وبتاع الكالندر اللي عندك على اليمين ده. ديسيبل ويندوز بلاتفورم باينري تيبل، ده حاجه ليها علاقه بالبايوس والبرامج اللي بتتثبت على البايوس، وانا مش فاهمها قوي برضو بس احسن ما تلعبش فيها. سيت ديسبلاي فور بيرفورمانس،
ده بيلعب في اعدادات الشاشه تقريبا او اعدادات الباور بتاعت الجهاز، بس انا مش عارف هي ايه بالظبط فبرضه ما لعبتش فيها. ست كلاسيك رايت كليك منيو، دي الكليك منيو اللي بتدوس عليها كليك يمين عشان تطلع لك زي ويندوز 10 القديم، دي شغاله عشان الجديده بتاعت ويندوز 11 مستفزه قوي. ست تايم تو يو تي سي، ده نظام التوقيت مختلف عن الويندوز بيستخدمه عشان لو انت عندك دول بوت عندك كذا سيستم على نفس الجهاز مالكش دعوه بيه. ريموف اول مايكروسوفت ستور ابس، اوعى تعملها لان دي هتمسح كل تطبيقات مايكروسوفت الموجوده عندك على الجهاز. تطبيقات مايكروسوفت زي البرنامج بس اللي بيفتح لك الصور، زي الساعه، زي التايمر، زي الكالكوليتور، هيمسح الحاجات الاساسيه اللي انت بتستخدمها، فمالوش لازمه ان انت تعمله. ريموف مايكروسوفت ايدج وش ده طبعا يعني هو رخم بس ممكن تحتاجه، انت ممكن البراوزر بتاعك يقف او يتمسح او حاجه، فعشان ما تعكش نفسك يعني خليه موجود يعني. ريموف هوم اند جاليري فروم اكسبلورر، ده علشان لو انت على المايكروسوفت او الويندوز اكسبلورر ده الهوم البيكتشرز والحاجات اللي على الشمال فوق دي. ريموف وان درايف، امسح وان درايف بقى متثبت اوتوماتيك على الويندوز وبيعمل سينك للحاجات ويخلص لك النت وبتاع ملوش لازمه. بلوك ريزر سوفت وير انستولز، ده لما بتوصل انت اي اكسسوارز من اكسسوارز بتاعت ريزر في الجهاز بتلاقيه بينزل البرنامج بتاعهم اوتوماتيك، حاجه مستفزه قوي بصراحه، بس انا ساعات ممكن احتاجها، بس انت يعني شوف انت بتستخدمها ولا لا، ولو عايز تقفلها اقفلها. بعد كده عندك قائمه تانية اسمها ران او اند او شات اب، بيديلك برضو اوبشنات تانية لو عايز بقى تقفل حاجات معينه في الجهاز ما تشتغلش، حاجات لها علاقه بالبرايفسي، حاجات لها علاقه مايكروسوفت ايدج، حاجات لها علاقه باوفيس، حاجات بقى ادفانسد اكتر. لو انت في حاجه انت شايف انت محتاجها ممكن تقفلها، بس انا ما لعبتش فيها يعني، هي ممكن نعمل عنها فيديو لوحديها اصلا. تمام. وده الدي ان اس ممكن تلعب فيه، طبعا ما انصحكش انت تلعب فيه الا لو انت عارف انت بتعمل ايه. ده بالنسبه للجزء الشمال. بعد ما بتخلص كل اللي انت عملته ده بتدوس هنا ران تويكس، بيبدا هو هنا في الخلفيه يعمل ران للتويكس دي، هياخد مثلا دقيقتين 3 4 10. بعد ما يخلص هقول لك خلاص تويكس ار دان، وغالبا هنقول لك اعمل ريستارت الجهاز. انسخ الاعدادات اللي انا عملتها دي واعملها في جهازك، لان الاعدادات دي هتدي لك فعلا احسن اداء واقصى استفاده من موارد الجهاز طول الوقت. عندك على اليمين الجزء بتاع كاستمايز بريفرنسز، ده في حبه حاجات زي الدارك مود مثلا انت تشغله، عايز البنج اللي هو السيرش بتاع محرك بنج يبقى موجود عندك في السيرش بتاع الويندوز هنا. نام لوك ده يبقى قافل لك نمبر باد لما الجهاز يشتغل اوتوماتيك من الويندوز من الكيبورد من غير ما انت تقفلها بنفسك، حاجه ملهاش لازمه. انت ممكن تقراهم يعني اغلبها حاجات يعني مثلا تاسك فيو باتون ده اللي هو التاسك فيو اللي هو بيظهر تحت على الشمال ده، فاهم؟ هي حاجات كلها يعني حاجات كلها بتتعمل من جوه الويندوز عادي، ولكن ده كده ايه مخليها ان هي موجوده يعني قدامك ايه اسرع. اهم حاجه ان انت بعد ما تخلص كل ده لازم تدوس ران تويكس علشان تعمل كل التويكس اللي انت حددتها. طيب هنخش على ثالث تابه وهي الكونفيج. التابه دي برضو فيها حبه اعدادات متقدمه، الفيوتشرز اللي هنا لو انت عارف، لو انت في حاجه معينه عايز تعملها ممكن تعملها. انا مثلا بستخدم الساند بوكس ده ساعات فهعمل له انيبل. الساند بوكس ده اللي هو الجهاز الافتراضي اللي موجود عندك على الجهاز بتاعك، لو انت مثلا جالك ايميل او جالك ملف او عايز تحمل حاجه وخايف تكون مفخخه او فيها فيروس او بتاع، ممكن تنزلها على الساند بوكس تختبرها الاول. فالساند بوكس ده على فكره بيشتغل على النسخه بتاعت الويندوز برو بس، يعني لازم يكون ويندوز 10 برو ويندوز 11 برو، ما بيشتغلش على الهوم او النسخه دي. انيبل ليجاسي اف 8 بوت ريكفري، ممكن تخلي الجهاز وهو بيعمل بوت لو دوست على اف 8 يخش على السيف مود. بقيه الاعدادات اللي هنا ما انصحكش تلعب فيها الا لو انت في حاجه معينه انت عارف هي ايه وعايز تعملها. دوس انستول فيوتشرز زي ما انت شايف برضو السكريبت هيبدا يشتغل هنا، خلاص قال لك فيوتشرز انستولد، ريبوت مي بي ريكوايرد، عايز يعمل ريستارت للجهاز بعد ما تخلص يبقى اعمل ريستارت. طيب عندك حاجات تانية فيكسز زي مثلا سيت اب اوتو لوجن. اوتو لوجن ده اللي هو ما يوقفكش في الصفحه بتاعت اللوجن بتاعت الويندوز لما الجهاز يفتح، اللي انت لازم تدوس مسطره عشان الجهاز يفتح، لا هو يخش على طول. ريسيت ويندوز ابديت لو انت عايز ترجع للابديت اللي فات. ريسيت نتورك لو انت لعبت في الاعداد بتاعت الشبكه بتاعت الجهاز وعايز تعمل ريسيت. سيستم كوربشن سكان دي انا ما فهمتش هي بتعمل ايه بالظبط، بس المفروض من اسمها كده ان انت لو عندك اي خطا او حاجه ناقصه في ملفات النظام هو بيبدا يعمل سكان وبيشوفها هي ايه وبينزلها او بيظبطها. وين جيت ري انستول، مش فاكر ايه وين جيت ده بصراحه، برضو سيبها. ريموف ادوبي كرييتيف كلاود، دي برامج بتاعت ادوبي انا محتاجها طبعا مش محتاجه امسحها. وهنا عندك ليجاسي ويندوز بانلز، البانلز بتاعت الويندوز العاديه زي الكنترول بانل، النتورك باور بانل. على فكره خش على الباور بانل وخليها دايما على التيمت بيرفورمانس. انا ما اعرفش ليه في حاجه اسمها بالانس، وما اعرفش ليه ممكن اخلي الكمبيوتر بتاعي على باور سيفر الا لو انت لابتوب يعني، بس انت خليها على التيمت بيرفورمانس دايما عشان تاخد اقصى اداء من الجهاز بتاعك يعني. برينتر بانل دي صفحه ما عادتش موجوده في ويندوز 11، ما بقاش ليها طريقه ان انت توصل لها، فهم عاملين لك هنا ليها اختصار، هم غيروا شكلها في ويندوز 11 بس انت ممكن تكون بتحتاجها يعني. وهكذا بقيت حاجات الريجن ساوند سيتنجز، الحاجات دي عندك ليها اختصارات هنا. طبعا ده حاجات لها علاقه بالباور شيل وريموت اكسس، حاجات احنا ما لناش دعوه بيها. عندك بعد كده رابع تابه فيها الابديتس او التحكم في الابديتس بتاعت الويندوز. عندك الديفولت سيتنجز اللي هي غالبا دايما على كل اجهزتنا، وانا انصحك ما تغيرهاش. الديفولت سيتنجز دي يعني لما انت بينزل اي تحديث جديد للويندوز بيوصلك على طول، بيوصلك في الصفحه بتاعت التحديثات اللي هي هنا دي كده،
ويندوز ابديت بيوصلك هنا دايما التحديث بتاع الويندوز الجديد بتاعك. ده الديفولت سيتنجز. لو انت عايز السكيورتي سيتنجز دي، السكيورتي سيتنجز دي بيقول لك فيوتشر ابديتس ديلي باي 2 years، يعني اي تحديث للويندوز بينزل بيتاخر لمده سنتين ما عدا تحديثات الامان. يعني مفيش اي تحديثات جديده بتنزل للويندوز بتاعك غير بعد ما يكون نزل بسنتين، ما عدا تحديثات الامان بتتاخر 4 ايام. هم عاملين تتاخر 4 ايام عشان تقريبا تحديثات ويندوز بتنزل في يوم الثلاث تقريبا في نص الاسبوع، فهم عاملينها تتاخر 4 ايام عشان تنزل يوم السبت في وقت الاجازه عندهم عشان ما تنزلش والموظفين قاعدين على الاجازه، قصه يعني كده. المهم ان هم بيعملوا الاوبشن ده لو انت مثلا في شركه او حاجه عايز بس ينزل لك تحديثات السكيورتي عشان الفيروس وكده، ولكن ما ينزلكش تحديثات النظام عشان النظام مش كل شويه ينزل يقعد يغير في الاعدادات وهكذا. ما تلعبش فيها برضه، انا بفهمك بس ما بقولكش اعملها يعني، الا لو انت عارف بقى انت محتاجها لايه. وده ديسيبل اول ابديتس ده بيقفل كل تحديثات الويندوز، الجهاز ما يستقبلش اي تحديثات، ما تعملهاش عشان دي يعني دي معموله المفروض اسمه ايه كلوز سيستم اللي هو ما هوش واصل بالنت اصلا، فاهم؟ فانت ما انتش خايف عليه يوصل له فيروس او حاجه، وانت هتبقى اكيد انت عارف بتعمل ايه، ما تلعبش فيها، ما تستخدمهاش يعني. اخر تبع عندك حاجه اسمها مايكرو وين، ان انت بتنسخ الويندوز على فلاشه ولكن عن طريق الاداه بتاعتهم. ايه المميزات بتاعتها؟ ان انت الحاجات بتاعت التتبع وحاجات شبه اللي احنا عدلناها في التويكس دي بتبقى اصلا نازله مع الويندوز من الاول. فاست انستول يوزنج يوزر لوكال اكونت مش عارف ايه، ما بيطلبش منك انت تعمل اكونت وبتاع عشان ويندوز 11 ساعات بيبقى رخم، ما بيطلبش منك نت وانت بتعمل انستول، وبيقفل اغلب التطبيقات المزعجه من نفسه. القصه دي انت ممكن تنزل نسخه ويندوز ايزو وتعمل تعدل عليها بالاداه دي عن طريق هنا. الموضوع سهل يعني، بس هو انا غالبا محدش هيعمله فانا مش محتاج اشرحه، تمام؟ وبس. ويبقى معاك نسخه ويندوز معدله اخف شويه من نسخه الويندوز العاديه، او فيها تحسينات شويه عن نسخه الويندوز العاديه، تثبتها بعد كده على اي جهاز انت عايزه اكنها نسخه ويندوز عاديه فينتوي عادي. بس هي دي كده كل المميزات او كل الاضافات اللي الاداه دي بتديها لك. زي ما قلت لك في الاول خالص، انا خلاص بعد ما خلصت كل ده كده، بمجرد ما انا هدوس هنا كلوز كل الاداه دي اتشالت، ترانسكريبت ستوبد، الاداه دي مع باي باي، بس مع السلامه، بقول لك باي باي. هتدوس هنا كده خلاص كده ما عادتش موجوده على الجهاز، انت فاهم يعني؟ انت كل اللي انت عملته ده اتعمل وخلاص، البتاعه دي راحت. تدي له واحد ريستارت محترم عشان كل اللي انت عملته ده يتظبط وبس يا باشا كده زي الفل. في حاجه رخمه شويه، ان انت كل ما بينزل ابديت للويندوز ساعات الويندوز من نفسه بيرجع يفتح حاجات من اللي انت قفلتها ويعدل حاجات في اللي انت لعبت فيها. فانت يعني كل ما تنزل ابديت كبير للويندوز خش اعمل نفس القصه دي تاني، مش تاخد منك وقت، مع الوقت هتحفظها، الموضوع سهل. تاخد السكريبت، دوس هنا كليك يمين، تفتح التيرمينال، تحطه انتر، هيفتح لك البتاع، تشتغل عليها. على فكره بيحدثوها طول الوقت، البتاع دي بقى لها 3 سنين موجوده، بستعملها بقى لي ياما، ولكن يعني كنت حابب اعمل عنها فيديو بس كنت مستني وقته يعني. بس الطريقه دي انا اعتمدتها على اي جهاز بستعمله علشان اضمن ان انا اقفل كل الحاجات المزعجه بتاعت مايكروسوفت، واكون مظبط كل الاعدادات علشان اخد احسن اداء من الجهاز، وكمان اكون منزل كل البرامج في خطوات بسيطه بدل ما اقعد ادور على برنامج. عايزك برضو تاخد بص على الفيديو القديم علشان في معلومات مهمه ممكن برضو تفرق في اداء جهازك. لو عجبك الفيديو بقى ما تنساش اللايك والسبسكرايب، ولو عندك اي سؤال او استفسار سيبولي في كومنت وانا ان شاء الله هرد عليك. كان معاكم يوسف، اشوف وشكم على خير، مع السلامه.